السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا بقى نوع جميل جدا من العصير، عصير التفاح والموز والرمان، ومعاهم كمان لبن وزبادي. ده فيه قيمة غذائية عالية جدا. لو عايزة تحافظي على شعرك وصحة بشرتك وتحميهم من الشيخوخة لازم تشربي العصير ده، ولازم تعمليه على طول كمان. حطيت الثلاث فواكه على بعض كده في الخلاط وعليهم كوباية لبن وضربتهم كويس، وبعد كده ضفت لهم الزبادي. بعد كده بعد ما اضربهم هصفيهم في مصفى نصهم نص الكمية يعني، وهنزل عليهم بقى بالسكر وكوباية لبن تانية علشان خاطر يخف شوية عشان هو كده تقيل قوي. وهعصر بقى ليمونة عليهم علشان خاطر الليمونة هتحافظ على العصير ده انه ما يسودش. دايما لما بنيجي نقشر الموز او التفاح بيسود بعد شوية عشان خلاص بتبقى قشرته اتشالت وتعرض للهواء، انما الوقت حطينا الليمون هيحافظ عليه، والاخر حاجة في العصير هيفضل باللون ده. طبعا المصفى دي انا بصفي بيها عشان السلك ما كانتش هتنفع تتصفى بيها، دي عيونها اكبر شويه. عجبكم الفيديو لايك وشير كتير واشتراك في قناتي مطبخ ميمي وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.